في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم لقومية الإيغور تركستان الشرقية المحتلة من قبل الصين، اعتقلت الحكومة الصينية ملايين الإيغور وغيرهم من الأقليات الإسلامية الأخرى، مما تسبب في فقدان عدد لا يحصى من الأطفال لآبائهم. ووفقا لآخر الأخبار، هناك مدرسة إصلاحية للشباب في محافظة يوتيان مقاطعة هيتيان يتم احتجاز الأطفال القازاق الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و18 عاما، ويتم وضعهم في ظروف معيشية سيئة ونظام غذائي سيء، ويتم وضع العديد من الأطفال في مساحة صغيرة، ويتم تعليمهم وتثقيفهم على المناهج التي تتبعها الحكومة الشيوعية الصينية لتغيير ثقافتهم. علقت شركة طيران جنوب الصين الرحلات المباشرة من أوروميتشي إلى تركيا عام 2016، وتخطط لفتح رحلة مباشرة من بكين إلى إسطنبول في 20 من ديسمبر بمعدل 3 رحلات أسبوعية. أشارت المنظمة الألمانية لحقوق الإنسان إلى أن الحكومة الصينية طلبت من المسلمين الذين ذهبوا إلى المملكة العربية السعودية للحج ارتداء أجهزة تحتوي على نظام تحديد المواقع، وبهذه الطريقة يمكن لسلطات الحزب الشيوعي الصيني مراقبة اسم وموقع الشخص في أي وقت. ويكون التشديد على الإيغور بحيث أن المسلمين من المقاطعات الأخرى يحصلون على حرية أكبر. والحج الذي تمارسه الصين مع الإيغور هو الأكثر صرامة، بحيث يجب أن لا تقل أعمار الحجاج عن 60 عاما. وانتقدت المنظمة السلطات الصينية لتحديها حقوق الإنسان وانتهاك الحرية الدينية بشكل خطير. يشار إلى أن عدد المسلمين الصينيين الذين تمت الموافقة على سفرهم للخارج يتناقص عاما بعد عام، ففي عام 2016 سمح لحوالي 14,500 شخص بالذهاب إلى الحج، لكن هذا العام سمح فقط ل11,500 شخص بالذهاب إلى الحج. ذكرت الفاينانشال تايمز البريطانية أن تركيا هي واحدة من الدول المفضلة للإيغور للبقاء بعيدا عن الصين، ومع ذلك في السنوات الأخيرة تطورت العلاقات بين تركيا والصين بشكل إيجابي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية والطاقة، ويتبادل البلدان الثقة السياسية. ولقد توصل قادة البلدين إلى هدف آخر في تطوير العلاقات الثنائية، بحيث أن مستوى الإجماع العالي سيزيد من تعزيز تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وهذا أدى إلى خوف الفارين من اضطهاد الحكومة الصينية. ويشعر الإيغور الذين لجأوا إلى تركيا بالخوف من أن يتم ترحيلهم وطردهم. قال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس في اجتماع السفراء في وزارة الخارجية في برلين إن أوروبا يجب أن ترد على العقوبات الأمريكية ضد روسيا وتركيا وغيرهم من الشركاء الاقتصاديين المهمين.